السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم الاير فراير. شحال من تعليق جاني على الاير فراير نصايب فيها هكا وصفات، وسولتوني على الاير فراير ديال المرجان، وجاني واحد السؤال: واش اصلا الاير فراير يعني مهمه ولا علاش اصلا كتصلح، ما شنو الاهميه ديالها؟ هذا الفيديو غنجاوب كلشي، نجاوبكم، نبين لكم كيفاش الاير فراير، وفي نفس الوقت هذه نصايب لكم الاير فراير ديال المرجان اللي ب 400 درهم. هنايا انا تكون شفتوني درت جوج ديال الكاغيط، حيت هذيك النوعيه ديال الرديئه عاده كندير هذيك ديال المرجان، تيكون زوين، كدير غير وحده وكيبقى ليا شحال من مره نستعملو. المهم انا هنايا كل مره نشوفوني درتو حيت النوعيه ما زويناش. اول حاجه نبدا لكم بها هي التحميص ديال المكسرات. هنا نستعمل الكاوكاو. صراحه انا جاني الاير فراير حسن من الفران وحسن من المقله بالنسبه لي انا، بالنسبه للتحميص، لانه كنديروا وقت محدد ودرجه محدده كنكونوا عارفين. هنايا كنديرها على 170 درجه لمده ديال 15 دقيقه. هنا راه عمرتها شحال ما درتو، مهم تعمر، ما يكونش حاجه شي فوق شي، تكون عامره بلا ما يكون شي فوق شي. لمده 15 دقيقه، كل 5 دقائق نحلوها ونجروها، نبقاو نحركوها ونرجعوها. انا هنايا راه الخمسة دقائق الاولى راهي بدات كتفرقع، ومن بعد كل مره غنحلوها. هنايا انا جاتني حسن من الفران، لان الفران شحال مره كيتحرق، وكنخليه ماشي ديما كيكون نفس الوقت، كل مره وشنو، وما تيكونش ما كيتحمرش نفس اللون. انا هنا راه من بعد غنوريكم كيفاش. طبعا كلشي عارف كيفاش الكاوكاو انه كيخرج وكيكمل طياب برا، يعني ما غاديش تستناو حتى يولي قاصح تما. واخا تقطعوا هكا ديروا في يديكم وتلقاوه باقي لين ماشي مشكل، باش تعرفوه وصل مزيان. هو اولا الوقت ديالو راه مضبوط، وثانيا هذيك القشره كتلقاوها دغيا كتقشر، وملي غتشوفوا اللون ديالو غتلقاوه ما بقاش بيض ولا محمص، وفي نفس الوقت ماشي محروق، يعني محمص واللون ديالو زوين. غنخليه واحد 5 دقائق وغنرجع ليه، غنلقاه صافي ملي يبرد نلقاوه قصح، ولا هذا القرمشه ديالو زوينه. انا هنا كنوريكم اللون ديالو كيفاش كيكون متوازن، كل اللون ديالو نفس اللون. ها نتوما في الفران انا كيجيني النص هكا محمر النص ابيض، ما كيكونش بحال هكا صراحه. هنايا زوين. وهنايا انا نخليه 5 دقائق ونوري لكم ونسمعكم الصوت ديالو باش تعرفوا راه دغيا كيجي زوين وكيجي هكا مقرمش. سمعتو؟ كنتمنى يكون تسمع لكم. هنايا ندوزو لاهم حاجه. شحال من واحد سولني بعدا في تيك توك على الدجاج كيفاش كيجي. انا هنا بغيت نشارك معكم الدجاج، غنشارك معكم هكا الفوق ديال الفخذ، ونشارك معكم الصدر باش تعرفوا الفرق ما بيناتهم. وهنا غنستعملهم بجوجهم جامدين باش تشوفوا كيفاش كيخرج الجموديه ديالو. وغادي ما غاديش نستعمل فيه حتى شي تبزيره، لانه مثلا الا درت فيه الجلده ديالو كتحمر وكيتبان انها زوينه، والا درت فيه هكا مثلا تبزيره والمطر حتى هو كتجي صراحه زوينه وكيجي محمره تحميره زوينه. انا بغيت نبين لكم كيفاش هي كتخرج الاير فراير بالنسبه للناس اللي ما مقتنعينش بالاير فراير وكيقول لك ماشي شي حاجه. فانا نبين لكم انه يعني بحال القليان، غير هي صحيه اكثر، لان هنا ما غنستعمل حتى شي حاجه، حتى نقطه ديال الزيت، لا زيت بلديه ولا زيت روميه، فقط غير الملحه بوحديتها صافي. هنايا راه استعملت الصدر، غنديرو حتى هو جامد باش يبان لكم. هنا في الاول راه كنت درتهم بجوجهم، ولكن كان خاصني نفرق ما بيناتهم، لان داك اللي فيه العظم كيطلق شويه الماء اكثر من الصدر دغيا كيسالي. هنا غادي نديرهم كلهم دقه واحده، هي باش نوري لكم ونختصر الوقت. اما هو راه ديروا كل واحد بوحديته، كل واحد عنده الوقت ديالو محدد. بالنسبه لهذاك الهوت كويس خدا ليا تقريبا نص ساعه، وبالنسبه لهذا الفخذ خدا ليا ربع ساعه. هنا نديرو وغنقلبو وغنديرو قدامكم. وبالنسبه لدرجه الحراره 180. بالنسبه للناس اللي تجيهم نص ساعه بزاف، انا في الاول جاتني حيت عارف اير فراي تنكونوا مركزين معها، تنقول شحال كدير الحراره، شحال كدير الوقت، وكنبقاو مركزين معها. انا واحد المره ملي خسرت لي اير فراي الاولى، كنت ولفت نجي وندير الدجاج ونصافي ونخليه ونجي نلقاه زوين، ودرته في الفران وبقى ليا بزاف، يعني جامد بقى ليا بزاف. وفاش حليته لقيته شويه خضر من الداخل، فيعني راه هذه زوينه بزاف مقارنه بالفران. هنا كندوزو قسمين. هنايا راه هذاك الدجاج تقريبا راه طاب، انا نوريه لكم. هو خاص ندورو نحمرو من الجهه الاخرى، وهذاك الفوق ديال الفخذ كان باقي، غادي نقلبو وغنخليه يتحمر من الجهه الاخرى. هنا تنوري لكم هذا في قسمين حتى كيفاش ولا باقي خضر من التحت، وغادي نديروه على الجهه الاخرى باش يطيب. ها هو مورا 5 دقائق كمل ربع ساعه، انا نوريه لكم راه تحمر، راه صراحه زوين. كيجي هو محمر. هنا راه ما دايرين فيه حتى نقطه ديال الزيت، وعاد الصدر تيكون ناشف، يعني ما فيهش الدهون اللي غادي يخليه انه يتحمر. وهكاك هو تحمر بحال هكا، وانا نوريه لكم من الداخل. زعما زوين بزاف. انا كتعجبني صراحه الاير فراي، كتجيني عمليه وزوينه. مثلا اللي ساكن بوحديتو الطلبه، انا غنشارك معكم مثلا هكا اللي يديروا فيها شي حاجه اللي بسيطه،
صراحه زوينه، احسن من الفران الا كانوا ما كيديروش الحلوى شي حاجه كبيره. هنا كنوري لكم من الداخل، راه ماشي ناشف، راه جوسي وصراحه زوين. وهاد القطعه راه كانت غليظه، يعني ما كانتش رقيقه هكا الصدر مقطع رقيق بزاف، راه كانت غليظه. يعني مثلا الا درتو الصدر رقيق تقدروا ديروه غير مثلا 5 دقائق 6 دقائق راه غيطيب لكم زوين هكا. انا كنوريه لكم انا بعدا كيعجبني الدجاج في الاير فراير، هو والبريوات والفريت هو اكثر حاجه كيعجبوني. وها هو هذا الهوت كويس ملي خرج هانتوما راه بحال المقلي، وفي نفس الوقت راه ما فيه حتى نقطه ديال الزيت. انا نوري لكم من التحت وانا نحلو لكم من بعد، واخا كان شويه سخون انا نحلو لكم باش تشوفوا من الداخل راه طايب. لان مثلا في الفران راه ما تيخرجش طايب، شحال من مره انا ما كيخرجش لي طايب كنضطر نزيد ليه شويه الماء باش الله يطيب. ما كيخرجش هكا محمر من الدقه الاولى، هو كان جامد قبل ويخرج هكا محمر. انا ما عرفتش الفران اللي فيهم هذيك الفرفاره، ما عرفتش الصراحه، حيت الفران ديالي ما فيهش الفرفره. انا كنوريه لكم من الداخل، انا راه وريته لكم من حدا العظم مسكين، واخا هو يعني تعاملت معاه خايب، ولكن المهم ما ديش على داكشي. انا بغيت نوري لكم العظم ديالو كيفاش ما كاينش هذاك الخضوريه في حدا العظم. هنا ندوز لهاد التارتوليت. انا راه ما شاركتش معكم الطريقه وحيت الاغلبيه كيعرفها، وليت اصلا هذا ماشي فيديو ديال الطبخ، فانا بغيت نشارك معكم الاير فراير وصافي. ولكن المهم نقول لكم المقادير ديالها. راه استعملت فيها هذاك الكاوكاونيت اللي صايبنا قبيله، طحنته خديت منه كاس، زدت معاه 2 ديال البيضات وهكا الفاني والزبده اي محلي كتستعملوه، يعني كتستعملوا السكر استعملوه. تقريبا نص كاس حتى غادي كاس شويه الا ربع، المهم نص كاس باش يجيكم. انا كنبغي داكشي معتدل، ما كنبغيش حلو بزاف، ولا من المحلي اللي كتستعملوا. بالنسبه للناس المرضى السكريه ولا عندهم والديكم مرضى السكري، انا راه مشاركه معكم في القناه ديال الطبخ الصحي مستخلص ديال ستيفيا، هو محلي طبيعي، هي ب20 درهم من عند العطار، ونصايبوا مستخلص ستيفيا اللي تحليو به بزاف ديال الحاجات. انا راه نصايب به حتى هذا ان شاء الله ونشاركه معكم. زوين بزاف، حتى اللي دايرين كيتو ولا مثلا هي الريجيم مزيان ليكم. المهم هنايا انا زوقتها بهذاك الكاوكاو نيت مطحون وصافي. انا درتها بسيطه، شي وحدين درت فيهم كاوكاو، شي وحدين خليتهم بحال هكاك باش يبان لكم التحميره ديالهم كيفاش كتجي. صافي غادي ندخلوها على 120 درجه. انا خدات ليا 15 دقيقه، وهذيك وحده غادي نديرها النص تكون طالعه، خدات غير شي 12 دقيقه بحال هكاك، قل من الاخرين باش تحمرات. المهم انا هنايا كنشارك معكم هذه باش مثلا اللي ساكنين بوحديتهم كنعطيكم افكار انكم راه تقدروا ديروا بها بزاف د الحاجات. وانا راه فايت اللي استعملت فيها الكيكه، درت فيها كاب كيك وجاو طالعين زوينين، غير هما خاصكم تغطيوهم يعني ما تخليهمش معريين، وديري فيهم هذاك بابي الومنيوم وتحت منه الكاغيط ديال المطبخ وحطوه بحال هكا مغطين، لانهم هما مع ديك الهواء خرجوا عوجين. شي كل وحده فين كانت غاده شي وحدين هكا بقوه ما عوجوا ومع تنفخوا عوجوا سالوا على التحت، فمن الاحسن يكونوا مغطين وصافي غادي يطلعوا لكم زوينين. انا كنشارك معكم هذه القضيه بالنسبه للناس اللي هكا ساكنين بوحديتهم باش يشريو غير مثلا افرار. كنقول لكم شنو غادي ديروا بها بلاص مثلا ما تشريو فران، تشريو بزاف ديال الحاجات. انا كنشارك معكم. المهم هنايا هما تحمروا، راح كيجيو زوينين ومحمرين وطيبين، تعرفوا راه طيبين. تخشيو هذاك الموس في الوسط منهم تلقاهم كيخرجوا نقيين، كيخرج زعما الموس نقي. صافي هما كيجيو زوينين، كنتمنى تجربوهم. ودابا ندوزو بطاطا فريس، لان هي اللي صراحه انا كتجيني، هي علاش اصلا انا شاريه عليها الاير فراي، لان هي اللي كنقلي فيها الزيت بزاف. مثلا الناس اللي ما باغينش الزيت على بديت البطاطا، فمن الاحسن انا جربتها بلا حتى شي نقطه ديال الزيت كتجي زوينه وما كتجيش زعما خايبه ولا شي حاجه. ولكن الا درتو معاها هكا معلقه ديال الزيت كتجي يعني قريبه للطعم ديالها انها مقليه، ماشي 100% بحالها، لا ما يمكنش تكون بحالها، ولكن قريبه ليها. ولكن احسن من ديال الفران. ديال الفران انا ما كنحملها ما كنقبلها، لان ما كتجيش بالتفريط، كتجي لا علاقه، ما كتجيش مقرمشه وهذه. المهم انا بالنسبه ليا الفران ديالي ما كيجيبش ليا بحال هكا. الا كان مثلا فيه الفرفره، انا شفت واحد الفيديو قال لك الا كانت عندك فران فيه الفرفره ما كاينلاش زعما تشري الاير فراير. الناس اللي عندهم فران فيه الفرفره وعندهم اير فراير يقول لنا هذه القضيه باش الا شي واحد بحال هكا بلا ما يشري الاير فراير. المهم انا هنايا راه درت فيها معلقه ديال الزيت ودرت فيها الملحه. انا عاده كندير فيها بزيره وكتجي هكا مقرمشه وزوينه وكنقطعها هكا صغيره، ولكن انا بغيت نشارك معكم هكا كما البطاطا كما كدار، يعني باش وفي نفس الوقت ما ندير فيها حتى شي زياده باش نوريكم التحميره ديالها اللي كتحمر في الاير فراير بلا التبزيره بلا التحميره ديال التبزيره. المهم انا هنا غادي نديروها على درجه الحراره 200، والمده انا خدت لي هذه نص ساعه. ان كل شويه 3 المرات ولا 2 مرات كنجبدها كنقلبها بحال هكاك. علاش كنقلبها؟ حيت باش تقلب. علاش درت 3 المرات قلبتها؟ لانني انا درت كميه كبيره، انا عن قصد درت كميه كبيره باش تعرفوا انه ممكن ديروا كميه كبيره وتبقاو تقلبوها، ماشي ضروري تبقاو ديروا شويه بشويه.
ولكن الا درتو هكا شويه بشويه راه غطيب دغيا اقل من المده من هذيك، وتقلبوها مره واحده لا تخرجوها، تقلبوها وترجعوها وصافي. كنتمنى تكونوا فهمتوني. انا هنا راه درناها كما قلنا 200 درجه نصف ساعه. طبعا الاذواق تختلف، حنايا في الدار كل واحد كيفاش كيبغيها. كاين اللي كيبغيها هكا هي بيضه من برا ولكن طيبه من الداخل، كاين اللي كيبغيها متوسطه هكا محمره شويه من برا وهكا طيبه من الداخل، وكاين اللي كيبغيها محمره وفي نفس الوقت رطبه من الداخل، وكاين اللي كيبغيها مقرمشه من برا ومقرمشه من الداخل. فانا هنايا غادي نوصلها لكم مرحله تكون مقرمشه من برا ومحمره وفي نفس الوقت من الداخل رطيبه. انا غنوريها لكم في الاخر. هي هاد النيت نص ساعه، جوج مرات ولا ثلاثه تخرجوها وتقلبوها وصافي. فيها غير معلقه ديال الزيت بلديه ومرشه ديال الملح. هنا ما قطعتهمش كلهم نفس التقاده، صراحه كان خاصني نقطعهم كلهم قادين باش يجيو زوينين، ولكن ماشي مشكل. ها هو الصوص كما سمعتوا مقرمش وفي نفس الوقت من الداخل هي طايبه ورطيبه. ما عرفتش الكاميرا علاش في هذه اللقطه المهمه اللي هي بطاطا فريت دارت ليا بحال هكا. دابا كنشوف ما صوراتش مزيان. المهم كنتمنى يكون بان لكم داكشي مزيان. وهنا نسخن معكم الخبز، وهذا الخبز بحال الكاوكاو بحال الدجاج. صراحه الفران ما كيجيبوش مزيان، انا كنسخنو كيبقى يسخن وما كيسخنش بهذه الطريقه، كتسخن هي زوين بزاف. واللي مجرب اير فراير يكتب لي في التحت كيفاش كيجي التسخين ديال الخبز مقارنه بالفران. صافي كندير غير تقريبا 95، ماشي بزاف، كندير ليه غير درجه 95 وما كاملاش 5 دقائق، وكيدير على حساب عاوتاني شحال جامده وشحال واش كبيره ولا ما كبيراش الخبزه. المهم انا درت هذه درت لها تقريبا 5 دقائق وصافي. والله الا عرفتي كيجي واحد كيرطاب بواحد الطريقه زوينه بزاف. كنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كيفيدوكم، وكنتمنى تشتركوا معايا وديروا الاعجاب، وشكرا.